السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بسعادة وصحة وهنا ورمضان كريم عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش البيتي الحلو ده على الطاسة. يلا تعالوا معايا نشوف المقادير سوا. في البداية هنا معايا 4 كوب دي من الكوباية الطويلة اللي هناك دي اللي قدامكم بتاعة العصير. ومعايا اهي، ومعايا كوباية وربع مية، من كوباية لكوباية وربع مية. معايا هنا معلقة كبيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان معايا معلقة خميرة كبيرة، وحطيت رشة ملح، وحطيت معلقتين سكر، وحطيت معلقتين خل كبار على المعلقتين السكر زي ما انتوا شايفين كده على الكربونات اللي هو البيكنج باودر. خلاص ولحد ما عملوا فوران ودلقتهم على الدقيق، وبعدين بزود مية دافية زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هي معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبنقلب كده. لازم نخلي البيكنج باودر مع السكر مع الخل كل ده يعمل فوران مع بعض، وبعدين نسيبهم على الدقيق. خلاص وبعدين ننزل بقى على الدقيق، ونزلنا بالمية. هنزلنا بكوباية في الاول، وبعد كده هنحط الباقي تدريجي. خلاص انا هنا بكمل بقى من كوباية لكوباية وربع على حسب طبعا نوع الدقيق، طبعا احنا عارفين الحكاية دي وفهمناها. اهو بننزل كده حبة حبة لحد ما العجينة تاخد المية اللي تكفيها. اهو انا معاكم اهو واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين اهو. هي غالبا خدت مني كوباية وربع دقيق، والكوباية اللي نعاير بها مقدار نعاير بها كل المقادير. يعني لو عجينة فيها زيت وفيها لبن وفيها مش عارف، لازم كل المقادير يبقوا بنفس الكوباية. خلاص انا هفضل عجينة مع نفسي، واديني بوريها لكم هنا. فضلت اعجن فيها حوالي 10 دقايق لحد ما نعمل كده. اعجن شوية وارتاح شوية، لو تعبنا نريح شوية ونرجع نعجن فيها تاني. خلاص لحد ما بتنعم وتبقى شكلها كده. بعد ما سبتها تخمر طبعا اهو زي ما انتوا شايفين خمرت وحجمها اتضاعف. طبعا بما ان الجو يعني دلوقتي ولا حر ولا ساقعة وسط، فهي خمرت على طول. جبت صينية فيها رشة دي زي ما انتوا شايفين كده، وعملت كور قد حجم اليوستفندية كده. خلاص وابتديت ان انا اكور. ممكن في المرحلة دي ان احنا نكبر العجينة زي ما احنا عايزين. عايزين نكبر نصغر براحتنا قوي. انا هنا عملت عملتها كلها حجم صغير، وعملت برضو حجم كبير بس مكترتش في الكبير. خلاص اهو زي الكور زي اليوستفندية يا جماعة. خلصتهم ووريتكم شكلهم. جبت ورق ابيض، وطبعا الورق الابيض بيبقى طويل، قصيته بالمقص. وابتديت ان انا اجيب دقيق وعلى بالمردانة، وان انا ابتدي افرد الكورة اللي انا سبتها ترتاح. خلاص اهو رشيت دقيق على البلانش، وابتديت ان انا كل كورة من اللي انا سبتهم يرتاحوا اللي هم قد اليوستفندية، ابتديت ان انا افرد فيهم. شايفين؟ واحط على الورقة. ليه بقى بحط على الورقة وممكن على منديل كمان؟ علشان لما اجي اقلبها في الطاسة ساعة التسوية الخمر ما يهبطش مني. انا مش عايزة الخمر يهبط مني، لاني لو فضلت ان انا احطها مثلا على صينية وجيت امسكها بايدي ممكن في الحالة دي الخمر يهبط، وانا مش عايزة المرحلة دي. طبعا احنا ما صدقنا انها خليتها تخمر. طبعا انا بحطها على الورقة واسيبها برضو تخمر تاني. لازم كل مرحلة من دول فيها لازم العجينة تخمر فيها. خلاص جبت صينية سخنة على نار وسط، وابتديت ان انزل الرغيف اهو بعد طبعا ما اختمر زي ما انتوا عارفين، وابتدى ان هو ينتفخ معايا كده. بيرتفع اهو زي ما انتوا شايفين على نار يعني وسط وبالراحة خالص، وما استعجلش عليه. اهو شايفين هو في البداية بيتنفخ من ناحية، والناحية تانية بتغيب شوية. وحتى اللي ما بيتنفخش معانا على النار، انا برضو في ما اتنفخش معايا على النار، يعني مش كله اتنفخ. بعد كده لما بيبرد بيتفتح عادي، يعني ممكن ان هو برضو تعمله في البيت سندوتشات عادي جدا مفيش مشاكل. خلاص تعيش طعمه جميل للسحور بجد، حلو هيعجبكم اوي. اهو شايفين اول ما يبتدي يتشمع من تحت وياخد لون جميل، ابتدي انزل اقلبه على الناحية التانية. خلاص وافضل كده اقلب فيه شمال ويمين عشان ياخد الحرارة كويس ويستوي من جوه طبعا. عشان انا لو طلعته بدري عن كده هيبقى من جوه عجين ومستواش، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده.
اهو عمالة اهو واحدة واحدة، واحرك فيه شمال ويمين لحد ما ياخد السوا المطلوب. اهو شايفين اهو، بصوا اللون بتاعه جميل ازاي. اهو انا بوريكم اللون بتاعه اهو. ده ما اتنفخش كله من يعني كله الحروف ما اتنفختش، بس كان بيتفتح، وانا هوريهولكوا دلوقتي معايا برضو. اهو ده بقى ابتدى اهو يتنفخ كله. اهو انا بقول لكم ارغفه اتنفخت وفي عيش ما اتنفخش، مش كله، ما تعرفوش ايه السبب يعني. اهو شايفين لازم يستوي من تحت الاول، ياخد لون، بعدين ارجع ايه اقلبه. اهو بص اللون بتاعه حلو قد ايه، والعيش صغنن كده وجميل ازاي. الصغنن ده بيبقى شكله حلو عن الكبير، بس تقدروا تكبروا وتصغروا. بصوا بوريكوا اهو اللي ما اتنفخش على النار اتفتح برضه، يعني اتنفخ حاجة بسيطة برضو اتفتح. لما بيهدى كده شوية بتقدروا ان انتوا تفتحوه عادي بكل سهولة، ما تقلقوش. بصوا شكله حلو قد ايه، ده ينفع للطعمية بقى والفول والبطاطس المقلية، بيبقى جميل قوي مع السلطة. بصوا الورقة فايدتها ايه، بدل انا بمسك بايدي والخمر يهبط مننا بعد ما خلينا تخمر، وكل اللي انا عملته يروح على الفاضي. لا، الورقة دي بقى بتخلينا ان احنا ننزل بيها العيش نفسه بدل ما نمسك بايدينا. هنا كنت بعمل سجق على النار، وهنزله لكم في فيديو لوحده. شايفين هنا بقى جبت صينيه تانية لما حسيت ان الوقت ايه كبير معايا. اهو الوقت طول معايا اوي في المطبخ. هنا بوريكم شكله اهو، ده عيش تاني. كان الوقت لما لقيت الوقت طول قوي وانا تعبت، رحت جبت ايه صينيه تانية تساعد معايا. شايفين هو بينتفخ اهو، ممكن من ناحية مش كل يعني منتفخش من الحروف، بس بيتفتح بعد كده اهو. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ شايفين لونه جميل، وبصراحة طعمه احلى. ممكن تحطوه في الفرن، تجيبوا الصاجة بتاعة الفرن تكون سخنة قوي قوي، وتشغلوا الشواية من فوق، والصاجة سخنة والشواية شغالة، وده هيقب معاكم على طول. بس انا بقى قلت اعمله هنا اسرع على الطاسة، وايه وبيبقى لونه احلى وبيبقى طري اكتر على الطاسة، طري اكتر. خلاص. ده بقى الشكل النهائي بتاعه. بس شكله حلو ازاي، انا بوريكم اهو شكله بعد ما خلص. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ يلا بقى ما تنسوش معايا اللايك والاشتراك في القناة، واتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. شايفين والله شكله جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.